السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى انا عاملة معاكم تورتاية حلوة جدا. الكل بيتمنى ان التورتاية دي تتقدم له او تجيله هدية. تورتاية عمرة حلوة قوي قوي، وهنتكلم عنها وعن كل تفاصيلها ان شاء الله. متنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو لو اول مرة تشوفوني، ومتنسوش تشتركوا في القناة، وان شاء الله تستفيدوا معايا. ان شاء الله بامر الله هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل. انا معايا التورتايه دي مقاس 18. استخدمت لها هنا دقيق سبونج جاهز 400 جرام دقيق سبونج. حطيت عليهم نص كوبايه ميه ساقعه متلجه، عليهم 4 بيضات ساقعين، معلقه صغيره محسن جل وفانيليا، معلقه صغيره خل. بس كده ضربت كل ده في العجان، حطيته في صينيه مقاس 18. طلعت معايا زي ما انتم شايفينها كده الكيكه ما شاء الله. قطعتها على المنشار هنا على رقم 8، اللي هنا الكيك على رقم 8، ارتفاعه حلو على فكرة. طلعت معايا 5 طبقات، اخدت الاربعة لان الطبقة الخامسة كان وشها كان طري شوية، فانا ما اخدتوش. اخدت الاربع طبقات. الخليط اللي انا بسقي بيه ده شوية مربى حليب كده، دوبتهم في شوية مية وبدأت اسقي بيه. البورد معايا هنا مقاس 28، والكيكاية مقاس 18. تمام. ضربت كوبايه كريم شانتيه، وبدات احط الكريم شانتيه. بصوا انا بوريكم هنا، لو كريم شانتيه زياده بمسحه بالسباتولا اللي معايا، بيطلع معايا عادي جدا. يعني بحط الكميه اللي انا عايزاها، ما بخليش الطبقه سميكه قوي، يعني بخليها كويسه. ولو حسيت انها كتير بشيل من الكريمه. حطيت هنا الحشوه نوتيلا وشويه كريسبي بقى او شوكليت شيبس. الحشوه دي حاجه بترجعلك انتي، بس انا هنا حشيتها صوصات اللي هو نوتيلا وبقية الصوصات اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض. بحط الطبقة التانية، ولما نبدأ نحطها بنضغط عليها، لازم تضغطي عليها بإيدك كده علشان تمسك في الطبقة اللي قبلها. ولو تاخدوا بالكم حطيت قطعة بسيطة من الكريمة علشان تمسك الطبقات الكيك في بعضها، يعني ما حطيتهاش منها على الصوص على طول كده. وهنا برضو الطبقة التانية نفس النظام، سقيتها وحطيت شوية كريمة، وبدأت بالسباتولا كده اسحب الكريمة واسويها، خليها كلها قد بعض. ولو انتي مش هتقدري تتحكمي فيها، ممكن بالكيس الحلواني بقى توزعي الكريمة بالكيس الحلواني. حطيت هنا صوص فراولة في الطبقة التانية وشوية كريسبي. بصوا بحط قطعة من الكريمة كده علشان خاطر تمسك معايا الطبقة اللي بعدها. اهي دي الطبقة الثالثة. شايفين ارتفاع طبقات الكيك ما شاء الله حلو كويس يعني. ما تنسوش لايك للفيديو، ما تنسوش تكملوا معايا الفيديو للنهاية. الفيديو مفيد جدا جدا والله، وحلو قوي. وكل حاجة هنا بقولها لكم بالتفصيل، يعني للي حابة تتعلم او يكون مشروع من البيت. لو مشيتي على كل الخطوات ان شاء الله تعمليها زيها واحسن كمان. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. حطيت الطبقة التانية. الكريمة اللي انا بستخدمها هنا ريتش. انا بحب ريتش، طعمها حلو جدا. وممكن تطعميها كمان، بحط عليها كريم باستري وبحط عليها لبن باودر، وممكن تحطي عليها نوتيلا بيضة. هنا دي الطبقة التالتة. حطيت هنا ده مربى حليب. مربى الحليب انا بخفها بشوية مية على فكرة، ما بحطهاش زي ما هي، يعني باخدها كده اقلبها شوية وابدأ انزل عليها بشوية مية حبة، يعني شوية بشوية لحد ما تديني القوام اللي انا عايزاه. وببدأ اسقي بقى الطبقة الأخيرة اللي هو آخر حاجة بقى حطيناها. شايفين ارتفاع الكيك ما شاء الله، ارتفاعه حلو قوي. هبدأ هنا بس عايزة احط شوية كريمة صغيرين علشان اقفل بقى، دي التقفيلة الأخيرة اللي هي الكرامب كود، او ان احنا بنقفل التورتايه علشان الفرافيت بتاعه الكيك دي كلها بنغلفها، يعني عشان ما يبقاش فيه اي فرافيت خالص للكيك. تمام. انا بقى بقفلها واحطها في الفريزر. ممكن تعملي الحركه دي من بالليل وتحطيها في الفريزر لتاني يوم تطلعي تشتغلي فيها. او لو انتي مستعجله زي كده، انا دايما مستعجله بصراحه يعني، فممكن اسيبها ساعه ساعتين بالكتير، يعني ساعه ونص، لحد ما اضرب الكريمه التانية واسيبها ترتاح شويه ومن اطلعها اشتغل فيها على طول. انا بوريكم اللون اللي معايا ده، اللون الايفوري اللي انا اشتغلت بيه. جبت بقيه الكريمه وحطيت عليها نقطتين من اللون الايفوري اللي هو بيدي اللون اللي انتوا شايفينه ده. لو مش موجود بتحطي نقطة اصفر ونقطة بني، بيديكي نفس اللون بالظبط. ببدأ احطها بقى كده وهبدأ اقفل التورتيه بتاعتي. بديها التقفيلة التانية اللي هي خلاص بقى بنقفلها علشان نبدأ نحط عليها نفنشها
تمام. هبدأ بقى اظبطها وانعمها، يعني نظبطها هنا، ولو في اي فراغات او في اي حاجة ببدأ اعيد عليها تاني بالكريمة، احط كريمة. هي بتاخد يعني وقت شوية، بس يعني تحاولي بقدر الامكان ما تزيديش عن 5 دقايق عشان الكريمة آه، ما ت... يعني ما تتعبكيش في الشغل. تمام. معايا هنا اللي انا وريته لكم ده التوبر اللي انا هحطه عليها، ده انا بطبعه على ورق كوشيه او ورق جلوسي، وانا عملت لكم فيديو كامل بيشرح ازاي تطبعيه وتجيبيه وتعمليه وكل حاجه قلتها لكم في الفيديو ده بالتفصيل، وان شاء الله هسيبه لكم في صندوق الوصف. اللي انا بشغله بيه ده ضغط ذهبي. انا حطيت نقطه واحده من الليمون على شويه ضغط، وبدات اعمل بيه كده على الحرف بتاع التورتيه من فوق. ممكن تحطي بقى مذيب الضغط او شويه زيت، بس ما تكتريش يعني على شويه ضغط. وجبت هنا بقى الطبر اللي انا عملته اللي انا قصاه وبدات احطه. لازم تضغطي عليه، بصوا انا بحاول اضغط عليه هنا كده عشان اثبته على الكريمه. ده ورق غير قابل للاكل، واتكلمت معاكم عنه قبل كده، بس بصراحه بينقل التورتايه لحته تانية خالص. بصوا شايفين ده كان شكل تاني برضه انا مصوراه. انا عايزه اوريكم بس انا بثبته ازاي بمسدس الشمع كده. وبجيب بقى الخلات الصغيره دي او الكبيره لو الطبر كبير. لو الطبر كبير بجيب له الستيك بتاعت الكيك بوبس والحاجات اللي هي زي كده، او عصيان شيش طاووق الكبيره، وببدا اثبتها. لكن هنا مش يعني يعني الطبرات صغيره، فبحط لها اللي هي الخلات الصغيره دي. بحط يا دوبك نقطه كده زي ما انت شفتوا واروح جايه حاطه الخله بتنشف على طول، والجو برد اصلا فيا دوبك بتنشف بسرعه يعني وانا واقفه. بس دي الطريقه اللي انا شغاله بيها، حلوه جدا ومريحه. انا حبيت اوريها لكم بس هنا انا بعمل ايه علشان تكون عندكم فكره برضو، علشان تشتغلوا ان شاء الله وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. خلاص كده هنبدأ بقى نرجع للتورتيه بتاعتنا ونبدأ نثبت عليها. انا بمسك بقى الحاجة كده واحاول اظبطها واشوف الاتجاهات، يعني اتجاه هنا هيبقى اشيك، لا هنا هيبقى اجمل. كده يعني انتي بتحاولي تظبطيها. زي كده بصوا، يعني في حاجات هنا شلتها ونقلتها. يعني انا حطيت البنت كده اللي ماسكه المصحف حطيته قدامها المصليه. بعد كده هجيب كلمة عمرة مقبولة على اساس ان انا احطها برضو على منها للكريمة. حسيت ان شكلها لا مش هيبقى حلو، لا خلاص حط لها برضو خلة كده واوقفها، وشلت الكعبة من مكانها وابدا ارجعها تاني. يعني بصوا بحاول اظبط يعني زي ما انتم شايفين يعني، وعادي جدا لو شلتي الحاجه ورجعتيها من مكانها عادي خالص. المهم ان انتي تظبطي الفينش النهائي ومتقلقيش من اي حاجه. الموضوع سهل جدا وحلو قوي والله. حطيت السبحه، فضل معايا المصحف ده بقى، بقيت محتاره احطه هنا لا احطه هنا، طب احطه فين، لا طب انا عايزه احطه، طب قلت لا طب اركنه دلوقتي. بصوا انا ماسكاه هنا، طب احطه كده، طب مش هيجي المسافات مش مظبوطه. يعني قلت طيب اركنيه دلوقتي بقى عقبال ما اعمل الروزتات للتورتايه داير ما يدور من تحت. بس انا محتاره برضو، بس كده محتاره مش عارفه احطه فين. طب احطه هنا كده، لا شكله مش لطيف. يعني انا بجرب الاول كده الشكل علشان ما احطوش بقى ونرجع اضطر اشيله تاني. فقلت لا طب خلاص اعمل بقى كده روزتات صغيره كده من الكيس على طول، من غير اي بلبله من غير اي حاجه، كده بتدي شكل حلو جدا. قلت اعملها للتورتايه من تحت داير ما يدور. هبدأ اعملها. وبعد كده هنبدأ نحط عليها برضو دست ذهبي هتنقلها مكان تاني خالص. هنا كان في كريمة بسيطة كده على الطبر مسحتها. وهبدأ برضو بصوا هنا بقى شلت المصلية. لا برضو انا دماغي مريحتنيش، يعني قلت لا دي لازم احط المصحف. فرحت جايه شايله المصليه ومتخره شويه السبحه، ورحت جايه حاطه المصحف اهو. انا مرتحتش الا ما عملت كده يعني صراحه. يعني كان المفروض فعلا اظبط المسافات من الاول خالص، يعني الحاجات اللي زي كده لازم تاخدي بالك منها. هنا بقى هبدأ احط الضغط. بصوا يعني الضغط ذهبي والجامع لونه ذهبي والكعبة برضو فيها ذهبي، يعني المنظر كان جميل والله. تحس ان الالوان كلها كده ماشية مع بعضها. يعني في جوامع تانية بتكون لونها اسود بس، في الذهبي فيه ابيض، في الوان كتير على فكرة. فانا عجبني لون المسجد او الجامع حلو قوي مع الضغط الذهبي كده. على كل روزيتا عملتها صغيرة بعمل عليها بالفرشة كده بالضغط الذهبي. شايفين هتلاقوها نقلتها فعلا لحاجة تانية، يعني خلتها شكلها جميل جدا.
بس كده. طبعا كنت حطيت فوق كده حاجات بسيطة من الدست، ما عجبتنيش، فانا قلت لا، يبقى الحل ان انا احط عليها ورق دهب. وفعلا ده اللي حصل، جبت ورق الدهب وبدات اقطعه قطع صغيره وحطيتها فوق الدست اللي انا حطاه. يعني لقيت ورق الدهب اشيك بكتير جدا من الدست. بصوا هتلاقوني عماله اشيل واحط فوقيه اهو، وهبدا احط هنا برضو. بقيت اشوف فين الاماكن اللي احط فيها ورق الدهب علشان تظهر التورتايه. بصوا هي حاجات بسيطه والله، بس فعلا بتظهر التورتايه كده وبتنقلها لك لحاجه اجمل واشيك بكتير. بدات احط هنا برضو عند المصحف. حطيت حاجات بسيطه يعني مش كتير، بس قلت كده كفايه قوي وكده شياكه جدا. شايفين بقى بعد ما اكتملت معانا، بجد رقيقة وجميلة جدا جدا، حلوة قوي، وحقيقي عجبت اصحابها قوي قوي وشكروا فيها جدا، وانا مبسوطة قوي والله ان هي عجبتهم. الحمد لله يا رب بفضل الله، وطلعت شكلها شيك كده وفي شياكة وجمال ورقة وعقبالكم يا رب. ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب ان شاء الله، ويكتبها لنا العمرة والحج. ودي التورتايه القمر بتاعتنا، جميله. قلت لكم كل التفاصيل، ما تبخلوش عليا بقى بكومنت حلو ولايك حلو كده منكم واشتراك لو انتم مش مشتركين. واتمنى ان انتم تشيروا الفيديو لاصحابكم واصدقائكم عشان كل يستفيد، وعشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. حطيتها هنا في علبة مقاس 30 في 30. القاعدة زي ما انا قلت لكم مقاس 28، والتورتاية 16. يا رب تكون عجبتكم، بحبكم جدا جدا، واسيبكم في رعاية الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.